اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن من نفذ مجزرة قرية وادي النورة في ولاية الجزيرة وسط السودان. الجيش السوداني قبل ذلك كان نفى وجود قوات سودانية في المنطقة، وقال إنها خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، متوعدا برد قاس. نحن نؤكد خاصة وأنه قد أصدروا بيانا. الميليشيا المتمردة أصدرت تصريحا أو بيانا تقول زعمت فيه أن هنالك قوات تعرضت لها وبالتالي هم دافعوا عن أنفسهم. ليست هنالك أي قواعد عسكرية في هذه القرية بالذات، وبل كل القرى التي تعرضوا لها في ولاية الجزيرة وسحلوها وقتلوا أهلها ونهبوا ممتلكاتهم. ليست هنالك أي قواعد عسكرية موجودة بها. قوات الدعم من جهتها قالت إنها لم تهاجم مدنيين، وإنما معسكرات تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة ومسلحين متطرفين في غرب وجنوب وشمال منطقة وادي النورة. المعركة التي خاضتها قواتنا يوم أمس الأربعاء كانت ضد قوات مشكلة من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة من المؤتمر الوطني تسمى الزبير بن العوام والمستنفرين. هذه القوات كانت متواجدة في 3 معسكرات في محيط وادي النورة من ناحية الجنوب والغرب والشمال، وهي من أكبر المعسكرات في محيط منطقة غرب المناقل. بين نفي الجيش والنفي المضاد من الدعم، يبقى الثابت الوحيد فيما جرى هو مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا، واقعة تسببت في موجة نزوح غير مسبوقة مستمرة لليوم الثاني على التوالي في وادي النورة وما حولها.